يا مساء الفل عليكم وحلقه جديده من ترند الترندات. النهارده لسه مكملين معاكم من قلب شبرا مصر. احلى سندوتش كبده تاكلوا منين؟ جايبين لكم مجموعه اختيارات. جزء تاني من حلقه سندوتشات الكبده والسجق بشبرا مصر. النهارده احنا موجودين مع عربيه كبده وسجق محمود من قدام اسواق العابد جنب البريد. خليكم معانا، اختيار جامد جدا. ولو ناوي تكمل الحلقه لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس يوصلك كل جديد. اول اختيار معانا النهارده كبده وسجق محمود من قدام اسواق العابد. تعالوا نطلب ونشوف سندوتش محمود لسه زي ما هو من 25 سنه ولا طعمه اتغير. ترند الترندات، بنعيش احلى اللحظات. ورجعت لكم تاني والحلو وصل. تعالى يا مايكل وريهم كبده وسجق محمود من شارع شبرا قدام اسواق العبد. طبعا يا جماعه محمود بيتميز، انا لسه ما دقتش بس انا فاكر على الذاكره بيحب يلعب هو بتتبيله الكمون مع الكبده، وهو الراجل المحترم ده ما بيعملش غير حاجتين اتنين بس، كبده وسجق، وما عندوش اي اختيارات تانيه. تعالوا بقى مع بعض ندوق هل يا ترى الكبده لسه محمود بيلعب فيها بطعم التوابل. ده سندوتش كبده محمود. طبعا الراجل ده معروف ان هو نظيف جدا، الناس كلها بتاكل من عنده، مش فعلا من اكتر من 25 سنه. ندوق بقى التيست بتاعه، هل لسه بيلعب بالكمون في الكبده ولا غير طعمها؟ انا لسه فاكر. تعالى يا مايكل ندوق. ايوه يا ميكي، لسه محمود بيلعب بطعم التتبيله والكبده. التيست انا فاكره خطمه تمام، مع واحده فلفل مع حته خيار مخلل. بامانه طعم الكبده حكايه. طيب نسيب الكبده ونبص على السجق. هو بيشتغل طبعا بالسجق المفروم، وانا مش فاكر التيست بتاعه بصراحه، بس هنجرب مع بعض ونحاول نفتكر. بس الكبده جامده جدا، مش هتشطب. تعالى بقى يا مايكل ندوق السجق. سجق مفروم طعمه هادي، تتبيله مش زعقه قوي مش حراق قوي، يتاكل وتحس انك عايز تاخد تاني. واحده كمان، نديها احنا حته فلفل، حته خيار، وبس خلاص. عربيه كبده وسجق محمود من قدام اسواق العبد في شارع شبرا قدام شارع مسره. اكسلنت اكسلنت اكسلنت، هرشحه لكم بقوه، ما تروحوش في اي حته. لسه مكملين معاكم واحلى سندوتش كبده وسجق في شبرا مصر، استنوني. ورجعت لكم تاني، احمد قناه ترند الترندات، مع تاني ترشيح معانا النهارده لمحلات الكبده والسجق في شبرا مصر. ومعانا سحس، سندوتشات سحس للكبده والسجق. وبصراحه هو بيقدم انواع تانيه كتير جدا، من اجمل الترشيحات اللي ممكن نقدمها لكم على قناه ترند الترندات. سحس، اطلب الاوردر وتعالوا نشوف هنجيب ايه من عند سحس في شارع شبرا قدام بيتك. استنوني، محدش يروح في اي حته. ولو بتفكر تكمل الحلقه لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس يوصلك كل جديد. ولو في اي اقتراحات اكتبها لي في الكومنتات. ورجعت لكم تاني والحلو وصل. صور يا مايكل. اول اوردر انا طلبته من عند سحس بصراحه وهو مميز بيه جدا، المكرونات بالكبده والسجق والكفته والكبده بالليه. وانا اخترت مكرونه بالكبده الاسكندراني والسجق الصوابع. انا بصراحه هدوق يعني السجق الاول لوحده. جامد جدا. طيب قرب كده معايا ممكن. بصوا يا جماعه، المكرونه هنا بتبقى من اختيارك، ممكن تختار مكرونه قلم او صوابع او سباكيتي اسف، ويكون معاها مكرونه مقششه. انا جبت لكم ميكس مكرونه، نص كبده ونص سجق.
تعالوا بقى ندوق مع بعض في السريع، عشان ده اول اختيار ولسه في اختيارات تانية. اللي انا شايفه طبعا ان هو حاطط صلصه. اه طعم الدقه بتاعت الصلصه جامد جدا، وطعم المكرونه بالكبده مع الدقه دي جامد جدا جدا. ناخد واحده كمان مكرونه بالكبده. طيب التيست بتاع الكبده مع المكرونه ممتاز. نشوف تيست المكرونه مع السجق. جامد جدا جدا جدا. بينزل سلطه هو مع الطلب. وطبعا ويسكي الغلابه. اقدر اقول ان الطبق ده جامد وارشحه لكم بقوه. مكرونه بالكبده والسجق من عند سحس في اول شبرا قدام بيتك. تستنوني وهجيب لكم بقى الاوردر. رجعت لكم تاني بعد ما باقي الحلو وصل. قرب يا مايكل وتعالى معايا. سلسله بقى سندوتشات سحس. سحس هنا يا جماعه احنا كنا لسه مصورين عربيه محمود شارك كبده وسجق بس. سحس الكاتيجوري بتاعته ما شاء الله. نبدا اهو الراجل شغال. كفته داوود باشا. سجق كهربا مشطشط. سجق مفروم. السجق الصوابع. تعال عايز تصور صور. معشوقة الجماهير كبده وطحينه بالفلفل. يبقى نشوف التست. طبعا انا يعني احنا كنا صورنا لكم مع مينا الجزء الاول لمحل سحس الفرع الثاني شارع توسن. بس الفرع ده اشهر شويه وعليه يعني قبول من الجماهير كلها وازدحام شديد جدا. تعالوا بقى ندوق تيست الكبده بتاع سحس في السندوتشات. تيست التوابل بتاع الكبده جميل جدا، بس ممكن تكون الكبده كانت محتاجه يعني تسويه زياده. ندخل بقى على السجق الصوابع. هل هو اللي على المكرونه ولا الموضوع يختلف؟ هو اللي على المكرونه بس الطعم يختلف. طعم السجق طماطم واخد فلفل واخد تتبيله، عامله طعم حلو قوي. نجرب الكهرباء في الاخر عشان بيبقى حراق. كفته داوود باشا. كفته داوود باشا يا جماعه طعمها جامد جدا جدا. بق ويسكي بقى. طيب ايه ده؟ نسيناه. السجق المفروم بحبه ابن اللذينه، طعمه حلو جدا. السجق المفروم يا جماعه حكايه حكايه. قطمه بقى سجق الكهرباء. بص يا مايكل، بص 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 بص. شطه نار. ده في فلفل كمان، يعني انا مش هقدر على كل ده. كفايه علينا الشطه اللي موجوده في السجق. ناخد التيست بتاعنا. نار يا حبيبي نار. الجميل بقى رغم الشطه دي كلها يا مايكل وان الراجل ينزل لك طبق زيت شطه، يعني اللي بيحب الحراق يجي هنا وهو مطمن. طبعا بكده يا جماعه يبقى قناه ترند الترندات قدمت لنا جزئين لسندوتشات الكبده والسجق في شبرا مصر. وبكده تقريبا احنا جبنا لكم كل المحلات او العربيات اللي بتعمل كبده وسجق شبرا مصر. الجزء الاول جبنا لكم كبده الاخلاص في شارع الترعه، جبنا لكم فتحي مرسيدس في ميدان فاكتوريا، جبنا لكم ملك الكبده قدام جراج الترعه.
والمره دي جبنا لكم عربيه محمود من اول شارع مسره قدام اسواق العابد، وجبنا لكم كبده وسجق سحس من اول شبرا قدام فرع بتك. لو انت بتحب الكبده والسجق وموجود في شبرا او جاي شبرا، احنا اديناك بلان كامل تقدر تروح محل الكبده والسجق اللي يعجبك عن طريق الحلقه دي والحلقه اللي فاتت. ولحد دلوقتي يا رب تكون الحلقه عجبتكم. ترند الترندات دايما بتجيب اجمل حاجات. بعد الاكله الحراقه دي اكيد انا نفسي بصراحه ان انا ارطب، وفرصه كبيره ان احنا نجيب لكم يعني حته صغيره من اللي موجودين في شبرا. شبرا مليانه محلات كتير جدا بتقدم سلطه الفواكه، بتقدم ايس كريم، بتقدم عصاير. احاول اختار لكم حاجه كويسه واجيبها لكم في الحلقه دي علشان نختم الشطه دي كلها. استنوني، محدش يروح في اي حته. ورجعت لكم تاني في اخر فقره من حلقه النهارده، وهي تحلي بايه في شبرا بعد كميه الكبده والسجق اللي انا اكلتهم النهارده. كان لازم ارطب على قلبي واكل حاجه مسكره. وطبعا بما ان احنا قناه ترند الترندات، فكان لازم نجيب لكم ترند جديد في شبرا وشارع شبرا بالاخص قدام مدرسه التوفيقيه، وهو حلواني سمايل في شارع شبرا. ترند جديد وترند قوي جدا 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 جدا. والحقيقه اول ما وصلت وعرفوني وعرفوا ان انا قناه ترند الترندات، رحبوا بيا ونزلوني ويلكم لحد ما اطلب الاوردر. نزلوا لي كنافه بالمانجا والكريمه، نزلوا لي كنافه بالكريمه والشوكولاته، نزلوا لي لوتس مدلعه، نزلوا لي لوتس كراميل. يعني احنا طبعا بنشكر فرع سمايل شارع شبرا. تعالوا بقى بينا ندوق مع بعض الكنافه بالشوكولاته. لا حاجه جامده جدا. ممتازه. طبقه كنافه كريسبي مع طبقه كريمه مع طبقه كنافه شعر زي ما بيقولوا بالشوكولاته. تحفه. طيب لحد ما اخلص السويت ويلكم اللي انا جاي ده، استنوني ما حدش يروح في اي حته علشان نشوف هنطلب من عندهم ايه تاني ونجربه مع بعض. انا سمعت ان هم بيقدموا طاجن ام علي جامد جدا جدا بالمكسرات، ام علي فرن. شكلها مميز وطالعه من الثلاجه ساقعه. قرب معايا مايكل ندوقها. طبعا هي زي ما احنا شايفين غرقانه حليب من جوه. ايه الجمدان ده، ايه الجمدان ده. يلا حاجه بص يعني طعم اللبن طبعا فريش جدا جدا وجوسي جدا من جوه. بصراحه جامده جدا وتمشي مع الكبده والسجق اللي احنا اكلناهم. طيب كنافه بالمانجا اللي مصر كلها عملتها، اسماعيل عاملها كنافه بالمانجا بالكريمه بالمكسرات. زي ما احنا شايفين كميه كبيره جدا مانجا فريش. دي سعرها عند اسماعيل شارع شبرا 40 جنيه، وام علي اللي احنا دقناها سعرها 30 جنيه. انا شايف ان سعرها مش كتير. تعالى بقى ندوق المانجا دي عشان دي مش هينفع بالمعلقه تغرق الدنيا. نجرب بالمعلقه. مانجا بالكريمه. طبعا هتحتاج وقت كبير عشان نوصل للكنافه، بس ندوقها. كنافه بالمانجا من عند اسماعيل جباره جدا. وبكده يا جماعه اكون انهيت الحلقه. كنت معاكم النهارده في سلسله احلى سندوتش كبده وسجق تاكلوا في شبرا عند مين. زي ما جبنا لحضراتكم حلقتين ورا بعض، جبنا اكتر من 5 اماكن للكبده والسجق في شبرا. والنهارده جبنا لكم تحلي بايه في شبرا مصر من عند سمايل قدام مدرسه التوفيقيه. كل انواع الحلويات هنحاول نجيب لكم المنيو، وهنحاول نجيب لكم باقي الاصناف اللي هو بيقدمها، لان هو بيقدم تورت وجاتوهات وحاجات كتير جدا.
يا رب الحلقه تكون عجبتكم، وما تنسوش لو الحلقه كانت عجبتكم لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس يوصلكم كل جديد. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتكتبوا كومنتات لطلباتكم وتوقعاتكم للحلقات اللي جايه. كنت معاكم احمد، قناه ترند الترندات. سلام.